السلام عليكم. اللي اول مره يشوف قناتي، معاكم سفرة ايدي. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ريش مشويه في الفرن بطعم المشويه بالظبط على الفحم. هنعملها بتتبيله بسيطه جدا وكمان مميزه، يعني هتطلع لكم طعم الريش في حته تانية خالص، هتكون زي الريش اللي احنا بنشتريها مشويه على الفحم بالظبط. هنجيب بصلتين كبار وهنحط عليهم، نتبلهم طبعا، هنفرمهم وهنحط عليهم ملح وفلفل وكمان رشة من بهارات اللحمة، كل حاجة تقريبا حوالي نص معلقة. وهندعكم في بعض كويس جدا لغاية البصلة ما تنزل السوائل بتاعتها، لان ده بيخليها تطلع ريحة حلوة جدا للوصفة اللي احنا هنعملها. هحط عليها كمان حوالي معلقتين من الخل، معلقتين كبار، وكمان هنحط عصير ليمونة، وحطيت هنا معلقة صغيرة من الملح، وتقدري تظبطي ملحك بقى وانتي بتسوي الريش على النار. هحط كمان نص معلقة صغيرة من السكر، وهحط معلقة كبيرة من المستردة، وهحط كمان معلقتين من الصلصة، معلقتين كبار من الصلصة البيتي. لو صلصة جاهزة كفاية نص معلقة. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا في بعض. هجيب بقى الريش بتاعتي اللي هتبلها، معايا كيلو من الريش الضاني. هجيب بقى الخليط اللي عملته ده وهحطه عليها وهتبلها بيه كويس جدا جدا، وهخلي كل ريشة من اللحمة تتبل بالمكونات دي كويس جدا علشان كلها يطلع طعمها موحد، وكمان تاخد من طعم التتبيلة يكون طعمها حلو جدا ولذيذ. زي ما احنا شايفين كده، باخد من الصوص اللي تحت وبغلف اللحمة كويس، او الريش بغلفها كويس جدا بالتتبيلة كل جزء فيها. بعد كده بقى دي ممكن تعمليها من بالليل لتاني يوم، او تسيبيها اقل حاجة 3 ساعات في التلاجة علشان تشرب من التتبيلة كويس. وطبعا طعم الحاجات دي بيختلف جدا جدا لما بنسيبه في التتبيلة شوية، يعني لو من بالليل للصبح بتكون حلوة جدا. هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها الريش، حطيت فيها معلقتين كده من الزيت، معلقتين 3، وحطيت كمان مكعب زبدة كبير، يعني حوالي معلقة من الزبدة، معلقة كبيرة من الزبدة. هسيبهم بقى يسيحوا ويسخنوا شوية، وبعد كده بقى هاخد الريش وهشيل منها التتبيلة، البصل عشان ما يتحرقش من الاول. هحط انا التتبيلة دي، مش هتترمى طبعا، بس المهم ان احنا ننضف الريش دي كويس جدا من التتبيلة اللي عملتها، اللي هو طبعا البصل. وهبدأ احط قطعة قطعة، يعني احط قطعة واستنى شوية، احط قطعة واستنى شوية. ليه بقى؟ علشان اللحمة او الريش ما تنزلش السوائل اللي فيها وبعدين تبقى شبه المسلوقة. هسيبها بقى تاخد لون ذهبي من الجنب ده، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. وزي ما احنا شايفين كده بقى هبدأ اقلبها لانها بدأت تاخد لون، ولو لقيتها لسه محتاجة تاخد لون تاني هرجعها تاني على الجنب اللي انا سبته، لانها لسه ما اخدتش لون مني. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده بدأت تاخد اللون الذهبي. هو ده بقى اللون ده كويس جدا، لان اللون ده هيديني صوص حلو جدا في الاخر. انا عايزه لسعه الشوي دي علشان هتطعم لي اللحمه، هتخليها طعمها حلو جدا. وبعد ما اخدت اللون كده من على الجنبين، هبدأ بقى انزل بالتتبيله اللي هو البصل بالصوص بقى اللي نزل منها، وهنزل بيه في الصينيه. شايفين بقى اللون ده حلو جدا، وطبعا زي ما احنا شايفين كده فيها نسبه دهون. الدهون دي كمان بتطعم اللحمة، بتخليها طعمها حلو جدا ولذيذ. وبعد ما حطيت التتبيلة او البصل ده، هسيبها بقى تنزل السوائل اللي فيها، البصل ينزل السوائل اللي فيه واللحمة تشربها كمان لغاية ما تنشف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدأ بقى اسخن مية في كتل او براد او اي حاجة يعني، وهنزلها على الريش. هسيبها تاخد غلوتين 3 من فوق، من على النار من فوق، وبعد كده هدخلها على فرن مسخن مسبقا قبلها بربع ساعة. هلفها بالفويل وهدخلها، هسيبها نص ساعة على درجة حرارة 200، وبعد كده ههد عليها النار لغاية لما تستوى. ولما تستوى هطلعها من الفرن وهدهنها وانزلها تحت الشواية، وبعد كده هطلعها زي ما انتوا شايفينها كده. طلعت باللون اللي احنا شايفينه ده، وكمان الريحة خطيرة، مش قادرة اقول لكم قد ايه، وخاصة بعد ما حطينا قطعة الفحم. لونها وطعمها خطير جدا.
هولع قطعة فحمة واحط قطعة ورق فويل واحط عليها الفحمة. هجيب بقى من الصوص بتاع اللحمة ده وهحط على الفحمة، هتديني بقى ريحة الشوي وهتطلع ريحة تحفة جدا جدا جدا. وهغطيها طبعا بالفويل حوالي 5 دقايق، وبعد كده هشيل من عليها الفويل وهنقدمها بقى مع بعض. وكمان زي ما انتوا شايفينها طالعة مستوية جدا واللون طبعا خطير. يا ريت تجربوها وتقولي لي ايه رأيكم فيها. تعالوا بقى نشوفها كده مع بعض. وصينية الريش دي تقدروا تاكلوها مع رز او مع عيش كمان، بتكون لذيذة جدا. والفيديو بتاعنا النهاردة خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.